يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه لذيذه جدا، ألذ وصفه من صدور الفراخ وهتعتمديها بعد كده. تابعيني لاخر الفيديو عشان تعرفي طريقتها وتجربيها وتقولي لي رايك فيها. يلا نبدا الوصفه ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. معايا كيلو من صدور الفراخ، يعني مقطعاه بانيه زي ما انتم شايفينه رقيق كده. هنزل عليه بملح، هملحه، وهنزل كمان بفلفل اسود، يعني بسيط كده، وهنزل كمان بفلفل احمر عليه. بعد ما ملحنا كده اول وش، هنبدأ نقلب ونملح الوش التاني مع بعض. هننزل عليه برضو بنفس المكونات، بملح وفلفل وفلفل احمر. عايزه اقولك ان الوصفه دي لذيذه جدا، رائعه كده، وممكن تاكليها جنب شويه سلطه، بس كوجبه اساسيه رائعه بصراحه، ولا تحتاجي اي نشويات جنبيها. رائعه ومفيده كمان، الميكس اللي فيها هيبقى طعمه جميل جدا. بعد ما ملحت كده الوش التاني زي ما انتم شايفين، جبت بولة، هنزل بمعلقتين من المايونيز الكبار، وهنزل كمان بمعلقة من المستردة. هبدأ اقلبهم كويس جدا مع بعض. عايزة اقولك ان المايونيز والمستردة مع بعض بيعملوا ميكس رائع، ميكس جميل جدا كده، ليه طعم كده مختلف خالص. هنقلبهم لغاية ما يختلطوا خالص مع بعض. هما كده تمام. جبت حزمة شبت، هبدأ اقطعها صغير معايا زي ما انت شايفة كده، قطعيها قطع صغيرة. هبدأ بقى انزل بيهم في البولة كده، وهنزل كمان عليهم بنص معلقة توم مهروس، ما يعادل 4 فصوص توم. وهنزل بربع كيلو جبنة موتزاريلا، عايز تحطي جبنة برمجان، جبنة شيدر، اي جبنة انت حباها حطيها. هنخلط كل المكونات مع بعض كويس جدا لغاية ما يندمجوا كده كلهم مع بعض، التوم مع الشبت مع الجبنة الموتزاريلا. عايزة اقول لكم ان الشبت في الوصفة دي طعمه حكاية مع المايونيز والمستردة، صراحة رائع، والثوم يعني حكاية. احنا كده قلبنا كل المكونات كويس جدا. هبدأ بقى احط المايونيز والمستردة على الفراخ زي ما انت شايفة كده، بنفردهم على صدور الفراخ. نفرد واحدة واحدة كده، نفرديهم كويس جدا على صدور الفراخ كده عشان الفراخ تتطعم بالمايونيز والمستردة كويس جدا زي ما انت شايفة كده. طبعا كمية الفراخ اللي انت محتاجاها وعلى عدد افراد اسرتك يعني. انا كده فردتهم كويس جدا. هنزل بقى بالجبنة الموتزاريلا والشبت والثوم. عايزه اقول لكم الحشوة رائعة، ريحة المايونيز والمستردة والثوم بصراحة خرافة يعني. وزعي كده الجبنة مع الشبت بالراحة على الفراخ. كده احنا حطيناهم، بصوا شكلهم، شكل الفراخ رائع، شكلها كده بتشي وهي نية، فما بالك بقى لما تستوي كمان رائعة. جبت الطاجن ونزلت فيه بمعلقتين من الزيت، هفردهم في قلب الطاجن كويس جدا.
زي ما انت شايفة كده انا فردتهم خالص. هبدأ بقى الف الفراخ رول كده زي ما انت شايفة، الفهم رول وتحطيها زي ما انت شايفة كده في الطاجن. مش هيجرى لها اي حاجة، مش لازم تقفليها ولا حاجة، بس حطي الناحية المفتوحة من تحت. هنلف الرول التاني. صراحة وصفة رائعة يعني، جربيها هتعجبك ان شاء الله. هنزل بالتانية كده، وهلف الرول التالت. هكمل بقية الكمية بقى واحطها في قلب الطاجن. احنا كده كملنا الطاجن كله. هبدأ بقى ادهنه بالمايونيز والمستردة، الخليط اللي احنا عملناه ده. عايزه اقول لكم ان الميكس ده فظيع فظيع، وطعمه كمان رائع. ادهني كل الفراخ كويس جدا. بعد ما ندهنهم هندخلهم الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة، وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. لازم الفرن يكون على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. احنا كده كملنا دهانهم خالص. هدخلهم بقى الفرن، ولما يطلعوا نشوفهم مع بعض. دخلتهم الفرن، هقعدهم نص ساعة بعدين نشوفهم. بعد ما خرجوا من الفرن زي ما انتم شايفين كده، هجيب بقى الجبنة الموتزاريلا والشبت والثوم اللي احنا كنا عاملينهم، هنزل بيهم على الطاجن. هنغمر الطاجن كله بالجبنة والشبت. ميكس جميل قوي يا جماعة، الجبنة الموتزاريلا مع الشبت مع المايونيز مع المستردة، وهم بصراحة يعني. بعد ما خلصنا الطاجن هندخله ربع ساعة، من 10 دقايق ربع ساعة، لغاية الجبنة ما تسيح. برضو في الفرن، مش نفتح الشواية خالص. زي ما انتم شايفين، بصوا شكله شاهي قوي ازاي، بصوا شكله. وبعد ما خرج من الفرن بصوا بقى بالجمال ده. ايه الجمال والروعة ده، مش قادرة اقول لكم. ولا الريحة بقى يا جماعة، مش قادرة اقول لكم والله العظيم. وبعد كده هنبدأ نقدمه مع سلطة خضراء بس. مش هتحتاجي جنبيه حتى ولا عيش ولا رز ولا مكرونة، هو كده مع السلطة الخضراء شكله شهي جدا زي ما انت شايفة. حاجة تفتح النفس كده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.